السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبأحسن حال بإذن الله. معاكم لمياء إبراهيم، ودي قناتي. لو أول مرة بتشوفوني أتمنى تدعموني باللايك والشير، وإن شاء الله إن شاء الله هتلاقوا القناة بتاعتنا جميلة جدا جدا وهتعجبكم. النهاردة بإذن الله معايا تحدي جامد جدا جدا لعمل الكمونية أو الكرشة بطريقة جميلة جدا 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 بالصلصة. إن شاء الله إن شاء الله الناس اللي ما بتحبش الكرشة هتطلع من عشاق الكرشة بإذن الله بعد ما تشوفوا الفيديو. ان شاء الله ان شاء الله طريقه سهله جدا جدا وبسيطه، وهقول لك على خطوات تخليها معاكي ما فيهاش اي روايح وطعمها هيكون جميل جدا جدا. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، واكتبوا له في التعليقات عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده باذن الله شايفين ما شاء الله ولا قوه الا بالله هنعمل الكرش، سواء اشتريتيها من بره متنضفه او نضفتها في البيت. في الحالتين الاتنين لازم تتنضف كويس جدا جدا بملح ودقيق وليمون وطماطم. الطماطم اللي هي الطماطم الصحيحة ديت هنعصر عليها واحنا بنغسلها طماطمتين او حاجة، فهتخليش اي ريحة زفارة ولا اي روايح وحشة باذن الله. شايفين ما شاء الله. طبعا بعد ما نغسلها مرة واتنين وتلاتة لحد ما الروايح بتاعتها ديت تروح، الروايح اللي احنا بنشمها فيها ديت تروح وتبقى ريحتها حلوة كده، هنصفيها في مصفى عشان تصفي ميتها. وفي المرحلة اللي بعد كده هنحط حلة على النار تسخن، ونحط قطع الكرشة ومعاها الخضار فلفل فلفل وطماطم وبصل متقطع قطع وفصين من الثوم او ثلاث، معانا ربع معلقة من الفلفل الاسود وربع معلقة من الكمون ورق لوري وحبهان. وهسيبها اغطيها واعلي عليها النار عشان تاخد صدمة كمان معانا. واغطيها عشان تخرج المية بتاعتها اللي هي المية اللي ريحتها مش حلوة. تمام. طبعا هكرر العملية دي بعد ما تخرج المية بتاعتها هصفيها وارجع احطها مرتين كمان لحد ما يعني تصفي المية بتاعتها دي كلها، عشان تبقى ريحتها حلوة بإذن الله. بعد ما المرحلة دي شايفين ما شاء الله خلاص خلاص المية بتاعتها صارت الوحشة كلها هي. مش هغسلها ولا اي حاجة خالص بقى في المرحلة ديت. هحطها بقى، احط مية على نار سخنة، مش هحطها في مية ساقعة بقى عشان ما تغيبش معايا. لا، هحطها على مية سخنة. احط معايا مية سخنة وابدا احط الكرشة بتاعتي طبعا عادي خالص. انا معايا القطع الطماطم والبصل عادي، دي ما بتشيلش زفارة. هحطها برضو معاها، ومعايا التوابل بتاعتي بقى، توابل لحمة، رشة فلفل كمون، رشة قرفة، اي توابل عندك جميلة كده هتدي لها طعم حلو جدا جدا وجميل. هتغلي غلوتين وهدي عليها، اسيبها تاخد راحتها في السوا. المرحلة اللي بعد كده معايا معلقة من الثوم المفروم ومعلقة سمنة، هبدأ أصفرها بسيط كده مش هحمر. تمام. معايا كوبايتين من الصلصة. تمام. تمام. هحطها عليها واحط التوابل بتاعتي بقى الجميلة اللي عندي في البيت اللي انا حابة احطها، فلفل، ملح، كمون. تمام. رشة سكر، ورق لورا، حبهان، توابل الحاجات الحلوة دي. طبعا شايفين ما شاء الله. هحطها في الصلصة بتاعتنا بقى دلوقتي. انا عن نفسي بنحبها نجزئها جزئين، جزء نحطه في الصلصة وجزء بعد ما تستوي كويس جدا نسخن معلقة سمنة زبدة كده وناخدها تشويحتين وبس. في ملحوظة، لو انت حمرتها بالسمنة الزبدة هتحطها في صينية ولا حاجة وتغطي الصينية وهي بتتحمر، لأنها بتبقى تطقطق كده وتطرشق لا قدر الله بتتنطور من على البوتاجاز. تمام. طبعا هنغطيها لحد ما تاخد لون جميل كده ونسيبها متغطية، وبعد شوية كده تبقى تهدى نكشفها ونغرفها بإذن الله. شايفين ده الشكل النهائي للكرشة بتاعتنا أو الكمونية. طعمها حلو وريحتها حلوة، ان شاء الله هتعجب الكل. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير واشتراك في القناة. ان شاء الله مش هتندموا جدا لو اشتركتوا في القناة، واشوفكم على خير، الف خير يا رب. فيديو قادم بإذن الله. سلام.